الله الله في دينكم، الله الله في نعمة الله عليكم. احمد والله يا جماعة، احمد والله على نعمة الله عليكم في أمن وفي أمان ولاية، ولله الحمد على منهج أهل السنة والجماعة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وأمن وأمان وخير ورزق، دولة سلفية معروفة بالعالم كله، والله ما تبغض هذه الدولة التي سلفية عقيدتها، ولا هي معصومة، لكن دولة الإسلام. ويسعون ليل نهار لعز الإسلام ولصيانة حرمات المسلمين. الإغاثة تنطلق من هالبلد لكل بلد الآن، تعرفون أنتم هذا، لا تنكرون، لا تجحدون نعمة الله عليكم. البركات نازلة بالبلد، الخير نازل، الأمن مطمئن، الآن كذا 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 كذا. لا تزهدون في بلدكم ولا في دولتكم وتناظرون الكفار تغازلونهم، والله ما عندهم إلا الشقاء والردة عن الإسلام. احمد والله على نعمة الإسلام، احمد والله على الأمن والأمان، احمد والله على الدولة اللي تصونكم، جنوده من يمين ويسار وليل ونهار، وكل يوم تدفع عنكم من الأرض ومن السماء. وين هذا يوجد؟ انظروا الدول اللي حولكم، أي واحدة تعجبكم، والله ما تعجبكم دول، وإذا أعجبتكم فأنتم أغبياء. احمدوا الله على النعمة واشكروا الله على النعمة، وتعاونوا على البر والتقوى، واسألوا الله عز وجل من سويداء قلوبكم صلاح الدولة، صلاح الولاية، تسديد الولاية، تسديد الدولة، حفظ الدولة، عز الدولة. جيش أمن وجيش حرب وجيش اقتصاد وجيش كذا وجيش كذا، كل هذا موجود عندكم. الواحد ممكن يمشي في العالم كله مرفوع الرأس ويذل رأسه ويخنع، الغانية مغنية والمطرب وممثل وكذا وكذا ملحد، من كفر نعمة الله عليه فلا يلومن إلا نفسه. لا تكفروا نعمة الله عليكم، لا تمردون على الله بانتهاك المحرمات وتعدي الحدود وتعطيل الفرائض وإعلان المعاصي والتعاطف مع كل عاصي وعلى كل كافر وكل منافق. ترى هذا كفر للنعمة، والله ما زالت نعمة قوم ورجعت عنه، رجعت إليه إلا ما شاء الله. احمدوا والله واشكروه، وادعوا للدولة من سويداء قلوبكم ان الله يعزها بالإسلام ويأيدها بالإسلام ويحفظها بالإسلام ويجعلها عز للإسلام وأهله وغيظ لأعداء الملة من كل طائف. ادعوا بظهر الغيب. والله لو رؤي القنوت اليوم لأجل هالغرض هذا ما هو كثير، ترى لأننا نواجه بلاء، هم اللي تسببوا في كورونا، وهم اللي تسببوا في كذا، وهم اللي تسببوا في كذا، والحرب قائمة علينا الآن. انظروا كيف تجينا المسيرات والطائرات وكذا وكذا. ليش تجي؟ إلا عداوة هذا البلد وحسد لها على نعمة الله فيها التي أجلها الإسلام، والتي منها كل نعمة أخرى. ما تعقلون هذا؟ ترسل لكم المسيرات والطائرات في الحج في مكة المكرمة والعرفة، وتدهنون ويتآمرون عليكم يمين ويسار بكل سك. انظروا فقط جانب واحد، حرب المخدرات، كم يدخل عليكم؟ تدروا؟ مئات الملايين تدخل عليكم. ليش؟ ليفسدوكم. فالمخدرات والديمقراطية والنهضة والتغيير والعدالة والدستورية كلها ألقاب الواحد، هو إزالة هالنعمة. أسقطوا حكومات يمين ويسار، أقاموا حكومات يتمنون الحكومات الظالمة الجائرة، يعني ولا لا؟ بالله عليكم انظروا أي دولة تغبطونه، ولا أعز الله دولة إلا إذا كانت دولتنا وراها. انظروا عبرة هذه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يظهر دينه ويعلي كلمته على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون.
ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن أهل الشر بجميع أنواعهم وفئاتهم في الحاضر والمستقبل كما حفظها الله في الماضي ولله الحمد. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد ولاة أمرنا ويأخذ بنواصيهم إلى الخير ويجعل مفاتيح خير ومغاليق شر وبركة على الإسلام وأهله، وأن ينصر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن يجعلها ذخرا ودرعا للإسلام وأهله في كل مكان. هذا حقهم علينا والله الذي لا إله غيره. إن اللي ما يدعو اليوم لولاة الأمر إنه غافل ومغفل وعنده كفر بالنعمة وله على أمن من إنه تزول من بين يديه. اعقلوا هذا وفهموه. هذه والله نصيحتي لنفسي ولكل من أحب، وأنتم من أحب من أحب، فانصحوا، ادعوا من سويداء قلوبكم بالليل والنهار، والسر والجهار، واذكروا الله على النعمة واعلنوا الشكر، واعترفوا أننا بنعمة ما به أحد اليوم على وجه الأرض، والله ما به أحد اليوم على وجه الأرض نعمتكم. اشكروا نعمة الله، استمسكوا، فإن الشكر به تثبت النعم وتستقر وتنمو وتزيد وتبارك، وبالكفر تزول فجأة.